السلام عليكم، معكم قاسم ام بي 5. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم يا شباب جايبينكم توقعات عن التحديث اللي راح يصير تقريبا بعد 3 ايام، يوم السبت تقريبا، واللي اعلنت سوبر سيل ان هذا التحديث راح يكون ضخم مثل ما نزلت تحديث بحرب الكلانات تقريبا قبل سنة. راح يكون هذا التحديث شيء ضخم، واللي اليوتيوبرية كثير منهم نزل توقعات على هذا التحديث، واللي استنتجت من عندهم ان هذا التحديث يمكن راح يصير بتاون هول 11 ودوري الكلانات، لان كلاش كون سوى دوري الكلانات وقبلها سوى التعادل، لهذا نزلوه بالتحديث اللي قبل اللي راح. اما يا شباب راح نعطيكم بهذا التوقعات، راح اعطيكم اياه بشكل مختصر، يعني بصور، وراح اشرح لكم شيء مختصر راح تفهمون من عند التوقعات وما راح تملون، لان اكثر التوقعات راح تكون مملة، يعني طويلة ومملة، سويتها لكم قصيرة. لهذا اتمنى يعجبكم الفيديو، وانا راح نعطيكم هذا الفيديو بدون موسيقى لاسباب خاصة لي، واتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وراح نعطيكم اول توقع، واللي هو دوري الكلانات. طبعا دوري الكلانات هو ايش راح يكون؟ راح يكون تقريبا مثل ما تشوفون بالصورة 8 كلانات راح تتنافس بيناتها، ومنو راح يفوز راح يصعد للمراكز، وراح يفوزون هم بعدها هم راح يتنافسون وراح يفوزون ويصعدون على ما يوصلون للنهائي، وراح يفوز واحد بالكاس، وراح يحصل موارد يعني لكل الأعضاء وجيمس مثل ما موجود بالصورة. واللي يعني أكثر توقع يعني موجود بهذا التحديث، اللي احنا نظن راح يكون موجود بهذا التحديث الضخم. وهذا أول توقع. راح ننتقل للتوقع الثاني. أما التوقع الثاني وهو أنه راح تقدر تطور العامل، يعني كل ما تطور العامل من ليفل 1 إلى ليفل 2 راح تقل وقت يعني بناء المبنى. يعني أنت تخلي العامل يشتغل مثلا 10 ساعات، راح تقلل الوقت إلى 8 ساعات. كل ما تطوره ليفل 3 مثلا راح يقلل الوقت إلى 6 ساعات، وهكذا مثل ما موجود بالصورة. أما التوقع الثالث وهو انه راح تقدر تحدد ما يعني شنو انت تريد الدعم، يعني الدعم شنو اللي انت تريده. يعني بدل ما مثلا تريد للحرب تنين او غير شيء، مثلا يعطيك واحد ارشر او يعطيك حرامي او مفجر سور ويضحك عليك او هيك، لا راح تقدر يعني تقدر تخلي الدعم اللي انت تريده. مثلا تنين تريد، راح تضغط على التنين وما راح يقدر يدعمك غير بس تنين. وهذا الشيء اللي اتمناه يصير بالتحديث القادم. اما التوقع هذا وهو الجاينت راح يصير ليفل 8 بالتاون هول ليفل 11، وهذا اذا كان اكو تاون هول ليفل 11. اما التوقع اللي بعده وهو تاون هول ليفل 11. الاشكال يعني ما ندري شنو شكل، يمكن يكون لونه اخضر او ازرق. اخضر ماكو، هو ازرق او الوان كثيره مثل ما تشوفونها بالصوره، يعني ما ندري شلون اللون اذا نزل تاون هول ليفل 11. اما اللي بعده وهو الملوك راح يصيرون من ليفل 40 الى ليفل 50 بالتاون هول ليفل 11. ومثل ما تعرفوا يعني بهذا الفيديو يعني تقريبا بعض التنبؤات او التوقعات اللي راح تصير يمكن بالتاون هول ليفل 11، يعني تقريبا بعضها بالتاون هول ليفل 11. اما التوقع اللي بعده ان الجاينت راح يتغير لونه، اللون تشوفونه ما ادري ايش بيه، يعني حبي الشباب وجهه ما ادري ايش بيه. بمناسبة عيد الهالوين راح يتغير لونه، وهسه راوكم يا شباب بالصورة شلون راح يكون لونه. هاي الصورة قدامكم راح يكون لونه على بالقرية، هذا راح يكون اللون. اما التوقع هذا فراح يكون برج الساحرة مثل ما تشوفون، مثل ما برج الويزرد، ولا هو توقع بعيد بس لازم اخليه مع التوقعات. اما التوقع هذا الثاني واللي هو الانفرنو. مثل ما تعرفون الانفرنو يجي بالتاون هول ليفل 10، اما التاون هول ليفل 11 راح يجي الانفرنو ويكون هذا لونه. اما التوقع هذا فهو التوقع اللي يكون قوي، واللي هو توقع الليل والنهار في كلاش اوف كلانس.
بعض الشباب يريدون هذا يعني التحديث يجيب التحديث راح يجي بعد 3 أيام، وبعضهم ما يريدون. لهذا راح يكون التصور اختياري، وراح يعني يصير ارتباط باللاعب باللعبة أكثر، راح يكون فد شي حلو كثير وحسب توقيت مدينتك. أما التوقع اللي بعده فراح يكون تنزيل جندي جديد، ومو هذا الجندي اللي تشوفونه بالصورة، هذا فقط للتنويه، مو جندي جديد لا تخافون، يعني بس صورة. لهذا نتوقع راح ينزل جندي جديد والتاون هول ليفل 11. أما الشيء اللي بعده واللي يعني الاحتمال كبير راح يكون، واللي هي المهمات اليومية والمهمات الأسبوعية والمهمات الشهرية. وراح تكون كل ما تسوي هاي المهمة راح يعطيك جوائز مثل ما تشوفون بالصورة. يعني كل ما تنهي هاي المهمة خلال وقت محدد، مثلا هم ايش قد مخلي لك وقت راح تنهيها، راح ينطوك جوائز عليها. انت راح تختار تريد جيمس او تريد يعني دارك او اليكسر او جولد، انت راح تختار يعني الهدية اللي راح تاخذها جائزة. وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية التوقعات. ويعني أنا حاولت أقصر من الفيديو، يعني أعطيه بشكل مختصر، وقطعت الفيديو على مود أخلي قليل، يعني مدة قليلة على مود ما تمل. وأتمنى يا شباب أن تضغط اللايك والسبسكرايب والكومنت، ولا تبخل علي بيهن، لأن هذا دعمك راح يخليني أستمر، وراح أقدم المزيد للقناة وراح أطورها. وإن شاء الله يا شباب أني جمعت جميع التوقعات اللي راح تصير، وضعيفة الاحتمال وقوية الاحتمال. ولا تنسون يا شباب، كان معاكم قاسم MP5، وفي أمان الله. بايس.